السلام. الفيلم ديالنا كيبدا مع انكفار ومراته ماريا مقابلين المواشي في واحد المزرعه اللي كانت جات برا من المدينه بشي شويه، وكانت الحياه ممله بالنسبه ليهم من بعد ما توفات بنتهم ادا. ولاو عايشين هي بجوج، الراس في الراس، والاغلبيه ديال الاوقات ديالهم كيدوزوه مع الماشيه، وهذه هي خدمتهم. في واحد النهار ماريا غادا دير الاحصاءات ديال الخرفان اللي تزادوا هذا العام، ولقات 375 خروف، وكان العدد كبير على العام اللي داز. وانكفار كيبان معجبوش هادشي، حيتاش الالف ما غاديش يكفي كاع هاد الحواله. وفي هاد اللحظه غادي يسمعوا واحد النعجه وحده اخرى كتولد، وناضوا وغادي يدخلوا عندها وعاونوها حتى ولدات. ولكن فاش يشوفوا الخروف غيشوف شي فشي وغادي يتصدموا بجوج، حيتاش كان الشكل ديالو غريب. وغادي يهزوا داك الخروف وداوه معاهم للدار، وقرروا باش يربيوه هما، وبداو كيعطيوه الحليب ولفوه. والنهار الثاني انكفار يهبط يجيب السرير ديال بنتهم ادا اللي كان عندهم في الكوري، وغادي يطلعوا وغادي يدير فيه داك الخروف. كيبان ولفوه وبغاو يتبناوه ويديروه بحال ولدهم اللي كان ما عندهمش، وغادي يسميوه على سميت بنتهم ادا. ولكن ماماه ما بغاتش تبعد منه، بقات ديما كتغوت حيتاش توحشات لولدها، وهما ما دينهاش فيها. وزاد انكفار تشبت بادا من بعد ما شاف ماريا فرحانه بزاف وهي معاها، وغادي يقرر باش تكون معاه ويربيها. ولكن ماماها ما تلقاتش منها، كل نهار كتجي حدا السرجم ديال الدار مسكينه وكتبقى تغوت، ولكن ما كيديوهاش فيها وكيجيو عليها ترجع للكوري. في واحد النهار ماريا تكون خارجه تحرت وتقول لانكفار نعس البنت وعاد خرج للخدمه. قال لها صافي. بقى مع ادا حتى نعسات، ومن بعد يحطها فوق السداري وخرج. ولكن من ظهرو الزوين يخلي الباب مفتوح. مشاو خدموا، وفاش يرجعوا ما لقاوش ادا في الدار، وتخلعوا عليها بحال بنتهم ديال بصح. وخرجوا كيجريو كيقلبوا عليها وغادي يشوفوها مع ماماها، وغادي يمشيو كيجريو وغادي يحيدوها ليها ولبسوها حوايجها. وهنا غنعرفوا علاش بغاو يربيوها، حيتاش ادا فيها النص ديال الانسان والنص ديال الخروف. وبداو كيجريو على ماماها اللي كانت مسكينه حزينه عليها وعلى الفراق ديال بنتها. كبرات ادا وهما كيزيدوا يولفوها نهار على نهار ودايرينها بحال بنتهم، وهي زوينه تبارك الله. وفي الليل ماريا كانت ناعسه وغادا تحلم بزاف ديال الحواله جايين يديو ليها بنتها ادا. وغادا تفيق وخرجات هزات السلاح ومشات لمامات ادا وغادا تيري عليها، ومن بعد غادا ديها دفنها تحت التراب وتهنات منها في مره. وفي هاد اللحظه نشوفوا شي حد ضرب عليها من البعيد، وكان هذا بيتر خو انكفار. يلا جا عندهم من المدينه، مشى بات في الكوري حتى الصباح وغادي يطلع عندهم للدار. من بعد ما سلم عليهم جلس معاهم كيفطر، سولو خو امتى جيتي وقال لي الصباح بكري ما بغيتش نفيقكم. في هاد اللحظه دخل ادا. بيتر بقى هيك يشوفو مصدوم وما عرف راسو باش تبلا وما عرفش هادشي هذا. منين بقاو هو خوه الراس في الراس غادي يقول ليه هادشي اخويا الله يهديك، وقال ليه بلا راه ادا حيوان وماشي انسان. ولكن انكفار كان عنده رد ثاني وقال ليه جلس معنا اللي بغيتي، ما كاينش اللي غيقول لك شي حاجه، ولكن دخل سوق راسك شي شويه. وغادي يخليهم مشى في حاله. والنهار الثاني غادي يخرجوا يزرعوا البطاطا. وبيتر منين بقاو غير هو وماريا بغا يدوي معاها بالخصوص ديال ادا، ولكن حتى هي كفاس من راجلها قالت ليه دخل سوق راسك وبلا زواق بلا والو. ورجعوا للدار وبيتر مشى لواحد لاباتري ديالو قديم وبدا كيضرب عليه. وجات ادا وبدات كتشطح قبالته وغادي يمشي عندها وقال لها يلاه نخرجوا لبرا. خرجوا جلسوا وغادي يحيد شويه ديال الربيع وقال لها كولي الربيع انت ماشي ديال الخبز. ولكن في هذه اللحظه غادي يجي انكفار وتقلق عليه ديال بصح وقال له انت ماشي راجل، وهز ادا وغادي يمشيو بحالهم. في الصباح بكري ديال النهار الثاني غادي يفيق بيتر ودا ادا وهز واحد المكحله في يدو وبعدها من الدار وبغى يقتلها، ولكن بقات فيه حيتاش هي ما عندها حتى شي ذنب وهما اللي مربينها هكا. وبقات فيه فاش شاف في عينيها بداو كيدمعوا وغادي يردها للدار. فاقت ماريا وما غاداش تلقى بنتها وتخلعات بزاف. في هاد اللحظه تخرج تقلب عليها ولقاتها ناعسه مع عمها في الصالون وغادي تخليهم. والنهار الثاني غادي يمشي يصيد وغادي يجمع الماتريال. فاش يطلع التراكتور نشوفوه مركب معها ادا حيتاش ولفها، وحتى باباها وماماها كانوا فرحانين بزاف حيتاش اخيرا تقبل بنتهم. وفاش وصلوا للبحيره يبدا يعاود لادا على الصغور ديالهم والطفوله اللي دوزوها هو وباباها، وبدا كيعاود ليها وكانت فرحانه معاه. وفاش كانوا راجعين وصلوا لواحد البليصه وغادي يحبس لهم التراكتور وغادي يضطروا يكملوا على رجليهم وهازين داك الحوت اللي جابوا معاهم. وصلوا للدار
ولقاو انكفار ومراتو كيتفرجوا في الماتش وبقاو كيتفرجوا معاهم، ولكن الفرقه ديالهم غادا تخسر وكعاو كاملين وبقى فيهم الحال. ولكن في هذه اللحظه ماريا دير لهم المزيكا قالت لهم يلا نساو الهموم وكلشي ناض كيشطح، كلشي فرحان وكلشي ناشط. ادا ما عندهاش مع صداع الراس، خلاتهم تخرج كاعيه حاولي كاعي. المهم ما علينا، في هذه اللحظه غادا تشوف باهر اصلي اللي كان كيشبه ليها بزاف، وتا هو نصو انسان ونصو حيوان. بقات كتشوف به وما كانت مسكينه بقات فاهمه والو. فاش ترجع للدار مشات نيشان للمرايه، بقات كتشوف ولقات راسها بصح ما كتشبهش الانسان. في هاد اللحظه انغفان ضربها بسكره ديال بصح وغادي يطيح، دخلوه للبيت ينعس ومشات ادا حداه ونعسات وبقات كتخمم في داكشي اللي شافت. والنهار الثاني في الصباح ماريا غادا توصل بيتر باش يتلاقى الكار يمشي بحالو للمدينه، وهما شادين الطريق. بيتر كان كاعي حتى يخلي ادا. في هاد اللحظه غادي نشوفوا ادا وباباها فاقوا كيصاوبوا الفطور في الدار، وماريا وبيتر فاش كانوا كيتسناو الكار بدات كتعاود له على ادا وقالت ليه هي هديه من عند الله، ومن نهار جات نسيت كاع الموت ديال بنتي ودخلت الفرحه والسعاده لدارنا. في هاد اللحظه غادي يوصل الكار وغادي تعطيه شويه الفلوس باش يديباني راسو وغتودعو ورجعت للدار. في هاد اللحظه غادي نشوفوا انغفان وبنتو ادا غادي يصلحوا داك التراكتور اللي خسر بها هي وعمها بيتر، وفي الطريق غادي يلقاو الكلب ديالهم ميت بالقرطاس. ماريا وصلت للدار ولكن ما لقاتش راجلها وبنتها وبقات مخلوعه عليهم وكتقلب. في هاد اللحظه سمعت الصوت ديال القرطاس وغادي نشوفوا بين ادا شد السلاح في يدو، وكان هذا هو باها الحقيقي وتا هو نصو انسان ونصو حيوان. ترى باش تفهم هادشي خصك تنسى اللوجيك. ما علينا، وصلت ماريا عند راجلها ولقاتو مضروب بزاف وكينزف، وفي نفس الوقت نشوفوا ادا غادي بها باباها وكان بالها كله معاهم حيت ولفاتهم، وانكفار غادي يودع وماريا بقات كتبكي. حتى لهنا يكون سالا الفيلم ديالنا. الا عجبك هذا المحتوى اللي كندير ما تنساش لايك كومنت وسبسكرايب لاشين يوتيوب. تهلاو.